السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم دايما في الله. تعالوا كده نبدأ الفيديو كده بتاعنا. نعمل ايه كده؟ حاجة جميلة جدا جدا، وانا هعملها دلوقتي او النهاردة. نعملها سندوتشات لاولادنا للصبح. يقضوا طبعا معاهم في وقت الدراسة، وقت طبعا ما يجوا طبعا من وقت الدراسة كمان يحبوا يعني يسلي نفسهم بالسندوتش. المهم اللي انا بعملها لاولادي سندوتشات ياخدوهم رايحين الدراسة وقت الدراسة. هم نسمي بسم الله كده واقول لكم معايا ايه. زي ما انتم شايفين معايا صدر فرخة واحدة، صدر فرخة زي ما انتم شايفين كده، او صغير او كبير او اللي عندك. وعند معايا بطاطس ومعايا فلفل الوان. نركن كده الحاجات دي كده على جنب، ونقطع كده صدر الفرخة بتاعنا الحلو ده الجميل. صدر فرخة بقى ربع كيلو لحمة مفرومة، اللي عندك اعمليه كده زي ما شايفين وقطعيه كده. واحنا بنقطع كده ما ننساش ندعي دعوة حلوة للدول العربية كلها، ان ربنا يا رب ينصره ويجبر بخاطرهم ويرمي شملهم وارضهم على خير دايما يا رب كده. ونسخ كده دايما لله، ونصلي كده على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ندعي لاولادنا بالهداية واحنا كده شغالين. دايما نذكر كده الاذكار. طبعا بتسبح نسبح نذكر كده دايما كده على طول. بيبقى سبحان الله والله ربنا بيبقى مبارك في كل حاجة، ونفس الوقت بتبقى ذكرنا الرسول عليه الصلاة والسلام وصلينا دايما عليه على طول. زي ما انتم شايفين كده اهي قطعتها قطع صغيرة زي ما انتم شايفين. وبالايه كبة بتاعتنا الحلوة، عندي كبتي كده الجميلة دي، وننزل بيها ايه كده، ونبدأ بقى نفرمها معانا مع بعض كده. نعم زي ما انتم شايفين كده اهي، ناعمة وجميلة حلوة جدا اهي بقت يعني جميلة جدا. بس انا هاخد بقى الفوطة. هنعمل ايه بقى؟ حطيت بس دي كده انزلها كده وانزل بالفلفل كده. نديله كده ايه فرمه كده حلوه. قطعنا بقى اللي فرمنا الفلفل الجميل ازاي وحلو قوي قوي قوي. تعالى بقى نعمل ايه. نزطعها بالفراخ اللي احنا فرمناها كده كده، والبطاطس مع بعض. بطاطسايه كده مسلوقه، بطاطسايه كده وسط يعني، ولا كبيره ولا ايه ولا صغير، وسط كده. تعالى بقى نعمل ايه. معلقه نشا، معلقه كده، اهي. معلقه دقيق كده. ونعملها بقى كده. لو احتاجت بصمات نحط بقى البصمات في الجدار الا ايه نعمل. وانزل بقى بالتوابل معاها كده الجميله الحلوه. معايا ايه توابل فراخ جميله جدا جدا، اللي هي طبعا هي الفراخ الشو او ستريبس او الايه او البرجر، اي توابل عندك فراخ. وعن طبعا معلقه بابريكا صغيره او القرنوط اللي هو الحلو. معايا طبعا برضه توابل برضه الشوي حاجه تانية. معايا طبعا معلقه ملح صغيره، فلفل اسود، 7 بهارات. ننزل كده بيها كده، حطينا الملح وكله كده. تعالى بقى نعمل ايه. نحط كده وتعمل حاجه، نحط نص معلقه بيكنج باودر، نص معلقه كده اهي، نص معلقه ايه تديكي كده اهي، نص معلقه البيكنج باودر تبقى جميله جدا.
انتم شايفين كده انا بس حشت منها حبه لان عايزين طبعا تفرم على مره، فلقيتها كتير على الكبه، والكبه طبعا واقفه كده اهي. عملتها بس اول الحبه التانية اهي جميله جدا. فده كده في حاجه هي هتحتاج بصمات طبعا عشان تبقى ماسكه شويه. احط لها كده معلقه اهي، عندي اللي هي من الخلطه معلقتين كده، ونعملها كده اهي. زي ما شايفه كده خلاص انا عملتها اهي، بس رشيت عليها بس حبه زيت اهي كده. وادي يعني طبعا زي ما انتم شايفين عملت الكميه قد ايه. ومعانا طبعا زي ما انتم شايفين كده جايبه ايه علبه كده، اي علبه عندك كده بتاع تلاجات، تلاجات اي حاجه عندك كده حطيها، وحطي فيها كيس كده، كيس تلاجة برضو كده. وتعالى بقى نعمل ايه الاستريبس بتاعنا بس بطريقه حلوه قوي، او فراخ صوابع فراخ مقرمشه او زي ما انتوا بتسموها كده. تعالى كده نخلي دي على جنب ونعمل ايه. وانا معايا بقى بقيت خلطه الايه حبه اللي هي فيجيتار على بصمات تشكيله كده. ونعمل تعالي كده اهي، ناخد بالمعلقه كده، بالمعلقه اهي. طبعا ده مدهونه زيت، ونعمل صوابع صغيره كده كده اهي. ندهن ايدينا كده زيت عشان طبعا تلمع معانا ما تمسكش اهي كده. تصغريها بقى تكبريها على حسب ما انتي حابه كده. تعمليها كده بطريقه حلوه جميله كده لاولادنا، تبقى جاهزه كده اهي كده. بس طبعا كده اهي كده اهي. واحطها كده كده. مش محتاجه بقى ولا بيض ولا اي حاجه خالص كده اهي. نعملها كده على طول. تبقى ايدينا اهم حاجه ان مدهونه زيت عشان طبعا الخلطه دي ما تمسكش معانا او ما تلزقش في ايدينا يعني عامه كده. ممكن كمان لو حاطين الزيت نحط عادي في الخلطه بتاعتنا كده اهي، ونلفها برضه عادي كده كده اهي عادي. لو كده نعملها برضه تاني، نتني بقى الكيس كده. عملنا كده الرصه، نتني الكيس كده اهي خلاص اهي كده. نلف الكيس كده تبقى في فاصل بينها كده كيس اهي. عملنا كده الكيس ونحط بقى ايه عليها. عملت زي ما شايفه كده الصوابع كلهم اهو ما شاء الله كميه كبيره. كم يعني كم رصه كده ما شاء الله. دي 1 2 3 4 ما شاء الله. الكميه الكبيره دي هتكمل ما شاء الله يعني تقعد معايا الاسبوع اللي هم ايه ال5 ايام وقت الدراسه. فكده انا عملت سندوتشات الاسبوع كله والحمد لله بكميه بسيطه بصدر فرخه يعني اقل كمان من ربع كيلو بانيه. يعني لو جبت ربع كيلو بانيه هتعمل لك كمان كميه. وعايزه تضعفي حبه رز عندك بايتين في التلاجة حطهم فيها، اي حاجه عندك اعملي بيها بالطريقه دي جميله جدا جدا. اي توابل عندك اي توابل ما توفيش على التوابل اللي انا عاملاها لا، دي عشان عندي
اي طبعا حطي عندك كمون، فلفل اسود، 7 بهارات اللي عندك، حطي فلفل اسود بس كفايه اللي عندك كده. زي ما انتم شايفين هنعمل ايه. انا حاطه الطاسه كده فيها ايه حبه زيت، هسيبها بقى تسخن كده. سخنت كده، هي سخنت بقى نعمل ايه. نحط بقى كده معانا كام واحده كده ما احنا حابين، بشوكه بقى ومعلقه على كده. انا بس حبيت اللي انا اعمل معاكم يعني ايه. شوف كام واحده اهي ما شاء الله تحمر معانا، لان انا مش هحمر الكميه دي كلها طبعا، انا هخليها وحطها كده بالغطا بتاعها زي ما انتم شايفين كده اهي، واحطها كده واحطها عندك في الفريزر او في التلاجة كده من تحت. لو ما عندكش يعني ما عندكيش مكان في الفريزر حطها في التلاجة. انا في التلاجة او في الفريزر بتقعد معانا. لو انتوا عايزين كمان تخزنوها بالطريقه دي اعملوها زي ما انتوا حابين. دي حاجه ترجع لكم، بس ما شاء الله ما شاء الله تاخدوا اللون بتاعنا الحلو جدا. اول ما تحطيها توطي عليها النار شويه طبعا، عشان ايه النار عاليه يعني ما تديهاش اللون الغامق، او عايزه تديها اللون ده ماشي، عايزه تديها لون فاتح ماشي. شايفه كده اهي بس جميله جدا كده. كده بقى اوريكم ما شاء الله بس جميله يعني، هي حلوه جدا جدا. عايزه كمان يعني ايه يعني تبقى خليها مقرمشه عن كده كمان ماشي. طعمها حلو قوي. صباع بقى فينه حطوا بقى فيه الايه الصية كده ماشي كده، تبقى الصباع كده اهي، الصباع الصغنن كده اهي. كاتشب بقى، كاتشب ماشي. دوس عليه كده مايونيز ماشي اهو. بس يعني حاجه جميله جدا، جميله جميله وحلوه قوي. سندوتشات لاولادنا نحطها بقى في اللانش بوكس كده الصبح، تبقى حلوه قوي قوي وموفره كتير كتير جدا. احنا بنحاول على قد ما بنقدر بنعمل حاجه الموفره كده. عملنا بقى ايه حاجتنا او اكلنا او سندوتشاتنا زي ما انتم شايفين كده اهي. وادي معانا طبعا زي ما انتم شايفين طبعا الصبع بتاعتنا نحطها في الفريزر كده. كمان كده خلصنا ومخدناش اي وقت خالص. اقول لكم بقى ايه، اسيبكم بقى في رعايه الله. متنساش تذكروا اذكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.